مرحبا، ليكو احتراما لقانون السير اللبناني عم سجل انا وعم سوق، باعتبار انه بلبنان ما في قانون بيمنع حدا يقتلك بالطريق بنص النهار. ليش بدنا نتبع قانون هيك بيزعجنا بحياتنا اليومية من دون اي طعمة؟ يعني ساعة دولة وساعة فلتين امن عام. اليوم والله من امبارح اصلا في خبر انه في واحد صبي صغير بيشتغل بقناة المنار، عنده هاي الحركات، يعني من الناس اللي كفرونا بمحل سابق. قال مطالب انه يسكروا المطاعم العاهرة ويشيلوا الاعلانات اللي فيها رقص وعهر وكذا بمناسبة العيد الفضيل. طبعا كان في اعلان لشي حفلة بالجنوب، يعني مثل ما كل اراضي لبنان العالم تعمل حفلات بالعيد. هلا المشكلة مش انه بيحكوا هيك، المشكلة انه بيحكوا هيك وبيجي مين يدافع عن هيدي الموضوع باعتبار الصبي بيشتغل بالمنار. هلا اذا بيشتغل بالمنار مش لازم يكون الاليق والافضل ويعبر تعبير جيد عن الفكر؟ واذا قلنا انه غلط بنكون بنكره المقاومه وبنكون قبضنا مصاري وبنكون حقودين، وخد بقى الشعب الواعي بالفيسبوك ببلش يزت تقييمه انه يا خي انتوا وين كنتوا؟ انتوا نفسكم اللي عم تحكوا على الفيسبوك، لو الكم طعمه اصلا بالمقاومه بكون عندكم وقت للفيسبوك. هي اولا. وثانيا انتوا وين كنتوا وقت كان في معركه القصير؟ وين كنتوا وقت قصه القلمون؟ مش عم بحكي بس هلا مع الطوشه الاعلاميه، سنه 2011 وين كنتوا؟ وال2012 وال2013 وشو مقدمين للمقاومه غير هيدي الصوره البشعه اللي بتعطوها؟ شو بعدين اذا انت عم بتحارب داعش وعم تدفع دم وكذا وقضيتك بالحياه تحارب التكفيريين وابو جهل، كيف بتسمح لواحد يقول عن كل الناس اللي بدها تحتفل يوم العيد عاهره؟ خيي ليش انت مثل ما انت بتفكر وبتآمن ومثل ما هو دينك بدك كل الناس؟ ما هيدا تكفير. واذا منخليه يصير هيدا التكفير ملتصق بصورة المقاومة بنكون عم نكفر بالمقاومة وبمفهوم المقاومة. مش عم بحكي بس بحزب الله. هلا لازم بس الناس اللي مثلك تكره اسرائيل، او بس الناس اللي مثلك تحارب اسرائيل فقط، وكل العالم الثاني شو بتروح بتسافر على واشنطن مثلا؟ الشعب اللبناني اللي كان امبارح عم يحضر كونسرت لوائل كفوري مثلا بالعيد، هيدا لازم يفل من هون. انت مش عايزه ما بدك اياه وعاهر بيجي لك يا عم. كيف ما بتستحوا تدافعوا عنهم لهالعالم؟